لو حد قرب من نبات الصبار أو حتى إيده جت عليه بالغلط يبقى هو اللي جرى على نفسه. طب تخيل بقى إن نبات الصبار ده يبقى غذاء لأحد من الحيوانات، وكل الكلام ده ما بيفرقش مع الجمل اللي هو سفينة الصحراء اللي بيقدر يتحمل ظروف الحياة الصعبة، ده غير قدرته إنه بيقدر يوصل 6 أيام كاملين من غير أي مية، وفي الشتاء ممكن ال6 أيام دول يوصلوا ل15 يوم. طب هل كل ده لدرجة إنه ياكل نبات الصبار وبمنتهى السهولة كأنه مش بياكل حاجة خالص؟ وطبعا السر في ده بيرجع إلى فمه العجيب القوي اللي يقدر ياخد حتة من الصبار ويمضغها كويس جدا، وده طبعا بمساعدة اللسان وعضلات الفم بيقدر يمضغ كل أشواك الصبار وبياكلها وبسهولة جدا. بيقدر يمضغه لدرجة إنه بينزل في المعدة بشكل عمودي من غير ما يجرح نفسه بالأطراف الحادة اللي موجودة في الصبار. تاني نوع من الحيوانات هو حيوان أنفض البحر، ولو ركزنا على أنفض البحر هنلاقي إن صعب أي حيوان يقدر